بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم توقيع رائع على التوقيعات من التوقيعات المصرية على العملة المساعدة، وتوقيع عبد العزيز حجازي، جمهورية مصر العربية. بدأ عبد العزيز حجازي جمهورية مصر العربية في الجي 34 كما موضح مع حضراتكم، جي اتش اي جي كي ال ام ان او بي كيو ار اس تي اس تي يو بي دبليو اكس واي زد. وبعدين بدأ من ايه تاني، دي ان ايه دي ان زد يو 34 ايه 35. استمر طبعا زي ما احنا شايفين كده. اي اف جي اتش اي جي كي ال، طبعا ام ان او بي كيو ار اس تي يو بي دبليو اس تي اس تي يو في دبليو اكس واي زد. زد دي 35، يبقى عمل ايه بعد كده 36. في ملاحظة هنا عايز اقول لكم عليها، طبعا ان الاوراق العملة المساعدة دي اتعملت في اماكن متعددة جدا، منها البريد، ومنها مصلحة المساحة. هو هنا طبعا هنا معمولة في مصلحة المساحة، طبعا واضحة جدا هي. يبقى اتعملت في مصلحة المساحة، اتعملت في البريد، واتعملت في البنك المركزي بداية من توقيعها. هنا في ورقة ساقطة اللي هي دي ان جي اتش، يبقى اتش 36 ساقطة، اتش 36. دي نهاية التوقيع عبد العزيز حجازي. هي ورقة مشتركة ما بين عبد العزيز حجازي ومحمد عبد الفتاح إبراهيم، الذي تلا عبد العزيز حجازي في توقيع على العملة المساعدة المصرية. يبقى هنا اتش 36 جي 36 عبد العزيز حجازي، اتش 36 عبد العزيز حجازي، اتش 36 محمد فتاح إبراهيم. وقع محمد فتاح إبراهيم بتوقيعه الهائل الرائع اللي احنا عارفينه، طبعا وزيرا للمالية ثم محافظا للبنك المركزي. وقع على كمية إصدارات طبعا مش كتير، جي اتش جي اتش جي كي ال ام ان ان او. وهنا طبعا حرف الاو هنا شبه حرف السي خالص،
ولكن لما يجي نضاهيه بالترتيب المصري هيبقى صاد ضاد صاد 36 ضاد 36. طبعا في خطأ في الطباعة، وهي إن حرف السي شبه حرف الجي. حرف السي حرف الأو شبه حرف السي، يبقى اتش ان او الأو حرف الأو شبه حرف السي، او بي كيو ار اس. طبعا الاتنين حالتهم سيئة جدا اهما، الار والاس حالتهم سيئة. ار اس تي يو في دبليو اكس واي وزد. طبعا انا ببارككم، وهي فرصة عشان تعرفوا الحالات الوحشة اللي عندي. ربما يكون حد عنده 5 قروش حاجة أحسن من كده، يعني يبقى ايه ناخدها منه ان شاء الله ونبدله بأي حاجة تانية، أو نشتريها منه مفيش مشكلة ان شاء الله رب العالمين. يبقى الحروف اللي احنا قلنا حالتها مش كويسة: الار، الاتش، ار جي، ار اس، والتي برضه حالتها مش حلوة. التي واليو حالتهم مش حلوة. يبقى احنا وصلنا كده لايه الحرف حرف اليو زد هنا 36. آخر حاجة ب 36 يبقى 37. A B C D E F G G G H 37. هو نهاية توقيع محمد عبد الفتاح إبراهيم. H 37 هيبدأ بعد منه ب5 قروش مشتركة في البريفكس مختلفة في التوقيع. الأولى بتوقيع محمد عبد الفتاح إبراهيم H 37، التانية H 37 بتوقيع محمد حمد النشار. محمد حمد النشار عمل كمية قليلة برضه هنبص عليها. يبقى H 37 H I J K L M N. يبقى في عندنا ال H محمد فتح إبراهيم، ال H حالتها وحشة، H محمد حمد النشار حالتها وحشة، H I حالتها وحشة، I J K حالتها وحشة، K أهي. طبعا محمد فتح إبراهيم قصدي محمد حمد النشار توقيعه قليلة زي ما هنشوف، نسبة وتناسب إلى ما قبله وما بعده. او بي دي حرف الايه، حرف الاو محطوط غلط، يبقى او بي، لا او بي بي صح. كيو ار اس تي يو في يو في يو في. يبقى في اللي احنا قلنا عليها دي في
يو في هو نهاية توقيع محمد حمد النشار. يو في هيجي بعد منه أحمد أبو إسماعيل زي ما هنشوف. أحمد أبو إسماعيل دبليو محمد أبو إسماعيل، يبقى بي نهاية توقيع نشار. دبليو 37 دبليو بي اللي هو توقيع أحمد أبو إسماعيل. دبليو إكس واي زد A 38 بي سي دي E F G H I J كي 38 أحمد أبو إسماعيل كي ال كي ال ام ان او بي كيو ار اس تي اس تي يو بي دبليو اكس واي زد. احمد ابو اسماعيل برضه ايه 39 بي 39 بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او بي كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي زد. طبعا استمر احمد ابو اسماعيل ايه 40 اي بي سي دي اي اف جي اتش جي اتش المفروض هنا اتش دي هو نهاية توقيع احمد ابو اسماعيل. يبقى نهاية توقيع احمد ابو اسماعيل على الاتش اتش 40. هيبقى بعد منه محمود صلاح الدين حامد. نقدم إن شاء الله في محاضرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بدأنا المحاضرة دي من توقيع حجازي، عبد العزيز حجازي جمهورية مصر العربية، إلى بداية توقيع محمود صلاح الدين حامد. أرجو أن أكون أضفت شيء إلى معلوماتكم. إن شاء الله إلى إصدار آخر بإذن الله وتوقيع آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.